السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف حمد لله، ألف شكر ليك يا رب. تعادلنا مع منتخب إيران. ما عنديش أي اعتراض. بس شوف النواتج اللي ظهرت. أولا أنت تعادلت مع إيران، كنت هتخسر بشكل 100%. جه فيك ضربة جزاء وشوبير صدها، وعايز أتكلم على شوبير. وعندك برضو كورة تسلل، جون تسلل. وعندك فرصة في العارضة يعني مصر النهاردة مكتوبة لها إنها تصعد كتاني مجموعة. بلجيكا طبعا صعدت كأول لما فازت على نيوزيلندا 5-1، فرق جونين. مش فارقة، ولكن انت نجيت من حاجة واحدة بس، انك مش هتقابل السنغال، انت هتقابل منتخب استراليا. بس ماتش السنغال الطريق كان اسهل شويه. انت في ماتش، انت ان شاء الله انت خلاص صعدت من مباراه ايران بقى وعملت ماتش كويس، لكن في بعض المشاكل الدفاعيه برضو كنت هتكلم عليها. لكن قبل اي حاجه عايز اقول لك ان لو كانت مصر راحت اول، كانت هتلاعب السنغال، والفائز كان هيلاعب الفائز ما بين امريكا والبوسنه. طريق سهل، مفيش اسهل منه الصراحه. مش عارف ليه الناس كلها خايفة. يا لهوي السنغال، يا لهوي السنغال، يا لهوي ياما السنغال لا يا حبيبي، والله العظيم منتخب عادي جدا. ويمكن الحظ مش محالفنا، يعني هو يمكن الحظ مش محالفنا أوي اللي احنا نكسب السنغال، ولكن مش مشكلة. ما فيش أي مشاكل خالص. هو ما عنديش مشكلة. ولكن عموما انت طلعت مركز تاني، تلعب استراليا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكسب. وبعد كده تلعب الفاز ما بين الارجنتين وكاب فيرد. تعالى بقى نخش في الحسابات، نخش في الفنيات بقى. بص يا باشا، انت النهارده اول امبارح عملت ماتش كويس خالص، ولكن في عندك بعض المشاكل الدفاعيه. اولا انت المشاكل الدفاعيه اللي عندك الاطوال. يعني انت لو جبت واحد طويل حطيته في المركز الهجوم، اي حد هيتفوق على الدفاع اللي عندك. دفاعك كله مش قصير، هو متوسط. لكن معظم المهاجمين يعني منتخب استراليا، المهاجم بتاعهم مهاجم طوله زي كما طول هالاند بالظبط، زي طوله بالملي. ولكن برضه معرفش يعني، لازم تلعب ماتش جاي كنت المفروض تلعب حسام عبد المجيد الماتش اللي فات، بس للاسف الاصابه اللي جت لحسام عبد المجيد. عموما منتخب مصر لازم يشوف مشاكله الدفاعيه ويحلها في اسرع وقت ممكن. ليه؟ انت ماتش جاي يوم الجمعه، انت نجيت برضو من ماتش يوم الاربعاء، ريحت يومين اهو، 48 ساعه بالتمام والكمال. تعمل بقى فيهم. فانت نجيت من انك تلعب قبل 48 ساعه. فكابتن حسام حسن لازم يشوف مشاكل الدفاع ويطورها، ويشوف ايه المشاكل ويحلها، وتكون بسيطة ان شاء الله. وبرضو موقف المصابين هقوله لك في اخر الحلقة. عموما منتخب مصر قدم ماتش كويس، خلاص احنا خدنا اللي احنا عايزينه. اهم هدف عايز توصل لك تصعد لاي دور، لاعلى دور ممكن، واحنا نتمنى طبعا نحقق يعني حاجة كويسة تشرف بلدنا يعني. عموما ده كل ما يعني يتعلق بالمباراة. ولكن كانت مباراة تحكيميا جيدة لحد ما، لكن انذار مهند لاشين مش كان ليه لازمة، كانش ليه لازمة. ومرموش برضو مش أحسن حاجة. ومحمد هاني كويس، وفتوح نفس الكلام، وعبد المنعم حظه زفت زفت زفت. وعندك برضو زيكو مش كان باين النهارده قوي، مش زي الماتشين اللي فاتوا. كل دي مواضيع فنية كان المفروض يحلها كابتن حسام حسن في الملعب. ماشي. موقف المصابين، ماتش استراليا محمد عبد المنعم مش هيلحق المباراة بنسبة كبيرة جدا. وعندك برضو أحمد فتوح بنسبة كبيرة برضو مش هيلحق، كريم حافظ اللي هيلعب. وبرضو عندك حمدي فتحي بالمناسبة هيرجع الماتش الجاي حمدي. وحسام عبد المجيد هيرجع. وعندك الراجل محمد صلاح. بص، محمد صلاح موقفه في ماتش استراليا هو موقف غموض شويه. يعني انت لسه الشد من العضله الخلفيه، شد عضلي عموما، مش مهم بقى اي عضله، بس هو شد عضلي. والشد العضلي ده محتاج يعني عشان ما تلعب بقى يجي لك اصابه اكتر، والاصابه تعرض لها اكتر واكتر، فتحصل مشاكل كبيره جدا. لكن كابتن حسام حسن بيفضل انه يخلي صلاح في القايمه، لكن يبدا بجناح يمين غير النجم محمد صلاح، وممكن يكون هيثم حسن.
بالنسبة بقى هيثم حسن ومشكلته مع كابتن حسام حسن، هي مشكلة ليس لها أي صحة تماما. الكلام ده كله في شنك عشان بس إيه، مجرد إن هيثم حسن قلع، كان لابس تيشيرت عشان ينزل، راح قلع التيشيرت بس، رمى التيشيرت بطريقه غير مناسبه. بس ردة فعل انا اللي كنت مكانه كنت هعمل كده اكتر كمان. انت هزقتني قدام العالم كله. انا كنت ناوي العب، رحت هزقتني قدام العالم وقلت لي انا مش هتلعب. لا لا، كده يعني، كده ما يليقش بيا، كده ما يليقش بيا تماما. لكن عموما منتخب مصر يعني ما فيش مشكله ما بين كابتن حسام حسن وكابتن هيثم حسن، وما فيش اي مشاكل تماما 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 الان في معسكر المنتخب الوطني. مش زي منتخب اسبانيا اللي فيه مشاكل ما بين يامال وويليامز. احنا عاديين مش زي اي منتخب بيتخانق على ملعب ابطال. احنا حطينا هدف واحد بس، اللي احنا نعمل شغل ممتاز في هذه البطولة العالمية المثيرة. ماشي حتى الآن. بالنسبة بقى للناس اللي بتسأل على مكافآت المنتخب الوطني بعد ما صعد دور 32 خد 11 مليون دولار. ده غير ال 10 مليون دولار اللي خدهم، وغير المليون ونص اللي هياخدهم حوافز بعض المكافأة دي. يا جماعة منتخب مصر يعني تتقدم تكسب فلوس اكتر، وتدخل الاتحاد الكوره يدخل له فلوس اكتر. تكسب استراليا 4 مليون دولار، تكسب الدور ال 16 تاخد 8 مليون دولار، والقادم ضعف. لكن مش هعرف يعني مش هعرف اقول لك الحسبه كامله عشان حسبة بيرما، زي ما بنقول حسبة بيرما. انا ما اعرفش، هو الفيفا بس يعرف، بس اللي اتحددوا دور ال 16 ودور دور ال 16 ودور ال 32. بس كده يا جماعه، ده كل ما يتعلق بمباراه مصر وايران. المباراه اللي كانت مباراه جيده لحد ما، وكان رجل المباراه كان رامين النجم الايراني اللي عنده 34 سنه. بس كده يا جماعه، في بعض اللعيبه جاي لها عروض، لكن ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله بعد ايام يعني. بس كده يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.